أبغى أقول لجلالة الملك الله يشفيك وكنبغيوك. في دولة الإمارات العربية المتحدة كل حب واعتزاز كتحتفل أفراد الجالية المغربية بعيد العرش المجيد اللي كيرمز لروابط البيعة والوفاء بين الشعب المغربي وملكه. هذه الاحتفالية عبارة عن مناسبة كنجددوا فيها فخرنا بجذورنا وكنعبروا فيها عن ولائنا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي قاد المغرب نحو نهضة تنموية ورؤية مستقبلية شامخة. الحضور متنوع، مغاربة، إماراتيين وأصدقاء المغرب كيتقاسموا لحظات الفرح والاعتزاز والاحتفاء بتاريخ عريق وهوية واحدة. نحتفل اليوم بالذكرى 26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين. وحينما نحتفل بهذه المناسبة فإننا نستحضر الإنجازات التي حققها المغاربة بقيادة رائدهم صاحب الجلالة نحو التنمية، فهي تنمية حديثة تستجيب لمتطلبات الشعب المغربي قاطبة. وكما تفضل صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى 26 لتربعه العرش، قال بأن التنمية يجب أن تكون في جميع أنحاء المغرب وبنوع من العدالة المجالية حتى لا تبقى أي منطقة في المغرب معزولة أو غير مستفيدة من هذا المسار التنموي الكبير الذي تشهده المملكة المغربية. حفظه الله ورعاه وجعله دائما قائدنا الملهم. دولة الإمارات دولة المستقبل، حقيقة نستلهم منها الكثير. أهنئهم على كل ما أنجزوه. شكرا جدا للسفارة المغربية لاستدعائي ودعوتي لحضور عيد العرش. أكيد كنتمنى لسيدنا إن شاء الله الله يوفقه والله ينصره، الله يطول لنا بعمره والله يرزقه صحة جديدة، ومرحبا بجميع الجنسيات اللي جات اليوم. شكرا. تنتمناو لسيدنا الشفاء الدائم وطول العمر وتنباركوا لسيدنا مولاي الحسن ان شاء الله من عام لعام، وحنا ديما مغاربه وفينا مشينا مغرب وفيف لو ماروك. بمناسبة الذكرى 26 كنبغي نبارك لسيدنا والله يحفظه وينصره وعاش الملك. تنبغيو نباركوا لسيدنا عيد العرش والله يخليه لينا والله يشافيه. هذا نهار كبير اللي حنا كنجمعوا حنا الجاليه المغربيه في ابو ظبي، وكيحرص دائما السفير ما شاء الله عليه باش يجمع الجاليه في هذه المناسبات هذه. وشكرا. هو كنبغيوك بزاف والله يطول لك في عمرك والله يخلي لك مولاي حسن الثالث والله يخلي لك لاله خديجه ويطول لك في عمرك والله يشافي. وإحنا كمنصة الإمارات تحب المغرب من قلب الإمارات كنبعثوا تهانينا لملكنا العزيز وكندعو مع المغرب بالاستقرار والتطور والتقدم، وعيد عرش مجيد لكل مغربي ومغربية داخل الوطن وخارجه. اكتبوا لنا في التعاليق كلمة صاحب الجلالة.